بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم ومشروع قانون وحديث زي ما تقول حديث الساعة وحديث المدينة وحديث كل وقت، حديث الليل والنهار. مشروع دولة شافت إنها تعمله تنفيذ لحكم المحكمة، واتعمل مشروع وكان المقصود منه تخفيف الحمل على ملاك قانون الإيجار القديم وحل هذه المشكلة وحل أزمة العقارات الآلة لسقوط قانون الإيجار القديم والوحدات الغير مستغلة. هتعمل انتعاشة للملاك وللدولة. طلع مشروع القانون وشفنا الاعتراضات اللي تمت عليه، وطلع المستأجر قال لك أنا دافع خلو، ده الدولة ساعدت ودت المالك، ده اشترى بسعر مش عارف ايه، وانا سكنت عنده. لما تقول له يا عم ده انت لما سكنت ودفعت ال 100 جنيه ما كنت، وكان ال 100 جنيه ليها قيمه، كنت اشتريت تمليك وكنت خلصت وكنت ما سكنتش ايجار. يقول لك لا انا كان مزاج اسكن ايجار ودفعت خلو، والخلو كان مجرم. وبعد كده اللي اتدفع يقول لك لا ده بعد سنه 81 الخلو لا بقى اسمه مقدم، والمقدم كان بيتخصم نص من هنا ونص من هنا وبتسكن بيه. حجج واهية، واديني جرام الذهب ونقعد نحل بعيد عن الحكومة والدولة، شوف انا دفعت قد ايه وشوف كانوا يجيبوا كام جرام ذهب. وجه المستأجر الملك قال له اللي انت كنت بتديهولي يا عم كان بيجيب 3 4 5 6 كيلو لحمة، اديني حق 5 6 كيلو لحمة دلوقتي، شوف السعر بكام وحاسبني، ما انت هتلاقيني هتجيلي من هنا هجيلك من هنا. شوف انت سكنت بقد ايه بجنيه، وكنت المفروض اللي في الفتره دي تدفع كام، شوف الفرق قد ايه وادوني. ما هو انت ناصح وانا مش ناصح يعني، لا انا انصح منك، انا مالك، انا اهلي بنوا وعملوا كده هو عشان يوفروا له حياه كريمه، انما للاسف القانون نهى عليا ونهى على اهلي. عايزين نرجع الحق لاصحابه، الدوله نرجع الحق لاصحابه، نرجع. طلع مشروع القانون وشفنا الاعتراضات اللي تمت عليه والمحاولات المستميتة من بعض الإعلاميين اللي هم يعني سبحان الله وشهم بيصفر كده، وتلاقي هنا الحتة عملت كده والدولة ازاي، وقعد يقول وقعد حسسك ان يعني الراجل ده بيقعد مع سيادة الفريق عبد الفتاح السيسي على ترابيزة واحدة. هو يقعد، هو الرئيس السيسي يقعد مع ايه، ده بيقعد مع الفلاحين، بينزل وبيقابل الناس في الشارع. بس لما انا هو، انما انا لما ادعي بقى ان انا اقدر واعمل والدوله ومش الدوله وانتوا سيبوا السيسي وبعد كده وحكومه فاشله وحكومه مش عارف ايه وحكومه ما بتفهمش وعدم ده، كلام كتير جدا جدا جدا. المستاجرين فكروا نفسهم ان هم ملاك. ايوه، بقى لهم اكتر من 100 سنه في المكان دوت، وعقارات والله العقارات بتاع الزمان دي، في عقارات قايله للسقوط وما تصلحش 70% منها او 70,000 عقار. انما في عقارات انت تراث يعني، معلش مع الدوله حديثه ما تعرفش تبني زي دلوقتي، تراث ناس اشكال، وكان في ناس الدوله كانت يعني الناس كانت مش كتير وبتاع، فكان في فن. ماشي دلوقتي الفن والعقارات دي في الزحمه اللي احنا فيها ديت، غير في العاصمه الاداريه والحتت اللي سياده الرئيس دلوقتي بيعملها بفن برضه. انما عقار تلاقي حديقه معمول شكله جميل جدا، الكلام ده بيلم له 300 400 جنيه وكله متأجر من الباطن وشقق مغلقه. عايز ايه اكتر من كده؟ المهم افتكروا نفسهم ملاك المستأجرين، وبدأوا يفرضوا شروط على الدولة عشان ما ينفذوش هذا المشروع. قال لك مش عايزين المشروع، مش عايزين المادة التانية، القيمة الإيجارية مفيش حاجة اسمها 20 ضعف و30 ضعف، وحددوا القيمة الإيجارية. قال لك الحد الأدنى للوحدات السكنية 100 جنيه، والحد الأقصى 300 جنيه، مفيش أكتر من كده. خلاص اتقفلت، وطبقا للموقع هيتحدد والمساحة.
يعني انت ساكن وساكن مالكش حق تقعد، وقلنا فترة انتقالية، مش عايز فترة انتقالية وعايز تقعد وتحترم الأحكام المحكمة الدستورية العليا والامتداد القانوني في المحكمة الدستورية العليا، وتحدد كمان القيمة الإيجارية. أمال أنت بقى، ده أنت مش مستأجر، ده أنت مالك. ده الملك ما يقدرش يقول لك الكلام دوت. المكتسبات اللي خدتها ظلما وبهتانا اديتك الحق ان انت تبقى، يعني اديتك، انت افتكرت ان انت عندك حق ان انت مالك وبتفرض شروطك. ده اللي بيتمن. احنا قلنا الدولة تتمن عشان دي مشكلة، الدولة هي اللي تتمن. انت ما تتمنش عشان انت ظالم. انت ظلمت الملاك، انت السبب في موت الملاك، انت السبب في فساد ابن من ابناء الاسره مش لاقيين يصرفوا عليه. انت عندك شقق، واخد شقه بيأجرها من الباطل، انت قافل شقتك وضريت الناس، انت ضريت الدوله، انت ضريت المالك. المهم، المستأجرين يطالبون، ده بقى اللي مش ده، ده الكبير بتاعهم اللي هو مسؤول عن المستأجرين، بيطالب ان يكون الحد الأدنى للأجرة 100 جنيه، والحد الأقصى 300 جنيه، وفقا للمنطقة والنشاط والمساحة. والنشاط والمساحة، ده عايز يدخل التجاري، يدخل التجاري مع المساكن، الوحدات السكنية مع الأماكن التجارية. والله ده انتوا أحسن، يعني ده انتوا بتفكروا، يعني ده انتوا مش مستأجرين، ده انتوا ملاك فوق الملاك. ان شاء الله قانون هينزل، مفيش فايدة من الكلام دوت. قانون هيتطبق، احنا في دولة، والدولة والحكومة نزلت مشروع، اعترض زي ما انت عايز في حدود القانون وفي حقك، انما ما يكونش عندك غلو او شطط في الطلبات بتاعتك، لازم تبقى متوازنة. خلي الملك المالك هو مالك، وخلي المستأجر مستأجر، وكل واحد يطلب بحقه. انما انت ما ينفعش تكون مالك ومستأجر وتقعد وتحدد الفترة بتاعتك وتطلب كمان تحديد القيمة الإيجارية اللي أنت عايزها. خليك مستأجر، هتستنفع بالشيء ادفع مقابل الانتفاع، مفيش حاجة ببلاش، هتدفع مقابل الانتفاع. وقلت سعر السوق هيحل المشكلة دي. شكرا.